طبعا نحن اليوم متواجدين بصالة سردم لعقد الكونفرنس الثاني لمرأة اتحاد بلديات شمال شرق سوريا. هذا الكونفرنس أكيد يهدف بما أنه المرأة اشتغلت وتعبت بالبلديات، يهدف ل تحقيق نسبة 50% من النساء حتى يكونوا بكل المواقع يلي موجودة في البلديات. طبعا نحن شفنا المرأة المهندسة حتى على الطرق المركزية تطلع وتشرف، نحن شفنا المرأة بكل مكتب لازم يكون في مرأة حتى يقوى هذا المكتب. طبعا نحن شفنا الإدارة الذاتية واهتمامها بالمرأة، يعني هي نموذج، نعتبرها أنه هي نموذج لسوريا الجديدة. هلا نحن عم نشوف انه بسوريا الجديده انه يعني هلا الانتقاليه اذا بدنا نقول دور المراه كثير ضعيف، لكن نحن بتكاتف جميع المكونات بشمال وشرق سوريا وشفنا قوه المراه في العمل الديمقراطي، شفنا المرأة يلي شغلت أعلى مناصب الإدارة الذاتية يلي هي صارت في موقع صنع القرار، شغلت الرئاسة المشتركة، شغلت النائبة. فنحن شفنا أنه وجودها هو يلي هو يلي حقق الديمقراطية في سوريا الجديدة. شفنا أنه القائد عبد الله أوجلان دائما يدعو للسلام ورسالته الأخيرة هي عن السلام. هلا رح نشوف عن طريق الكونفرنس بجملة توجيهات من القائد عبد الله أوجلان لشعبنا في شمال وشرق سوريا، لأنه البلديات تعمل على خدمة المواطنين، هي المرآة السياسية المباشرة مع الشعب، هي بمواجهة الشعب. المرأة أكيد هي قادرة أنه تكون بمواجهة الشعب. نحن شفنا المرأة هي ربة منزل، شفنا المرأة هي موظفة، شفنا المرأة هي عامل، فنحن شفناها بكل مجالات الحياة ناجحة. فإن شاء الله نحن نسعى لل50% أنه تاخذ المرأة حقوقها في سوريا الجديدة كمان.